السلام عليكم يا صديقي. هكلمك النهارده عن موضوع اتشاع برضه في فتره كده، وبيحاولوا ان هم يفهموك ان ده ليه علاقه بالمقبره او بغرفه الدفن. ايه هو اللي الناس بتقوله؟ هو حاجه اسمها عازل تخشيني او الغلاف الحامل للمقبره او القصه دي، واللي هو بيبقى عباره عن حجاره ضخمه محاطه بغرفه الدفن، عشان اللص لما يوصل للمقبره ويلمس الحجاره دي تقوم الميه ضاربه المكان، يقوم اللص ما يعرفش. قال يعني هو المصري القديم بعقليه الحمار اللي شرح القصه دي. طبعا المصري القديم عبيط عشان يحط ميه جنب المقبره، اللي هو عارف بعد كده بعد مرور فتره زمنيه كبيره ان هيحصل خلل في طبقات الارض او في المنطقه بسبب ما، فتقوم الميه دي تتسرب تضرب غرفه الدفن. هو ما يعملهاش ليه يا ابو الصحاب؟ اقول لك ما يعملهاش ليه. هو كده كده عارف ان لو عمل حاجه زي كده هيتم تسريب المياه، سواء من البير اللي هيعمله او من البير اللي هيبنيه او من الطبقات، سواء كانت ارض طينيه. فالميه دي اكيد هتروح فين؟ هتتسلل للمقبره من جوه. اذا هتبوظ الجثمان، اذا هتبوظ المقبره، صح؟ وده مخالف للعقيده. ليه بقى مخالف للعقيده؟ لأن المصري القديم بنى المقبرة بعقيدة. إيه هي عقيدته؟ عقيدة البعث والخلود. تمام؟ عقائد البعث والخلود. اقتناع المصري القديم يا أبو الصحاب، اقتناع المصري القديم يا أبو الصحاب إنه لو فضل مخلد، عشان يفضل مخلد في العالم الآخر، روحه تفضل مخلدة في العالم الآخر، لازم يبقى المقبرة بتاعته أو غرفة الدفن قائمة لحد وقت طويل، او قائمه موجوده طول الوقت. ليه؟ عشان تفضل روحه مخلده في العالم الاخر. اذا ما ينفعش يعمل اي شيء في المقبره ان هي تساعد على هدمها او تلف الجثمان او الكلام ده. تمام كده؟ زي الفل. اذا مفيش حاجه اسمها عازل تخشيني، مفيش حاجه اسمها حط لك مش عارف ايه. كل ده وهم، عشان طبعا انت حضرتك لما بتخش الجبل وتيجي تكسر ويقول لك اصل ده انا لقيت حجاره، او تنزل الارض الرمليه او في الطينه فتلاقي حجاره فيضحك عليك فيقول لك اصل ده اسمه عازل تخشيني وعازل بتنجاني، عشان طبعا حضرتك تفتكر ان الكلام ده علمي وتجري عليه تديله فلوس وتطلع في الاخر نصابيه كبيره. ده يا ابن عمي ما اسمهوش عازل تخشيني، ده اسمه المصطبة. شرحتها كتير قوي، ودي مهمتها يا صديقي، حماية المقبرة من نبش الحيوانات يا صديقي، والحشرات والمياه وعوامل التعرية، وتخفيف حمل عن الغرف اللي أسفلها. اذا ما فيش حاجه اسمها مقبره عندها عازل تخشيني، كلها ردم. تمام؟ سواء في الجبل او في الارض الطينيه. مفيش حاجه اسمها مقبره عامل جنبها بير ميه على اساس ان اللص لما يوصل لها او حد يوصل لها يقوم ما شاء الله اول ما تلمس الحجاره يقوم البير ضارب الميه يقوم مبيظ المقبره. فده كلام واحد جاهل او كلام ناس جهله غرضها السبوبه، وانك تبيع كلسونك وتفضل من غير كلسون في الساعه دي. فهمت؟ ويا ريتها هتيجي على بيع الكلاسين، انت ممكن تبيع اكتر حاجه اكتر من كده، بس ده مش عايزين نقوله في الفيديو. ما تجريش ورا الحوار ده يا شباب، الكلام ده نصب، الكلام ده كده. مفيش حاجه اسمها عازل تخشيني، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.